لا يحزن قارئ القرآن لأنه يقرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا كلام عامة الناس. انتهينا. من قال لك انتهينا؟ الله عز وجل موجود. وأنا أقول دائما استمع إلى الأخبار ما في مانع، وأصغ إلى التحليلات، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الله قادر أن يغير كل المعادلات. كن فيكون، زل فيزول. فاستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. كلمة لو محذوفة من قاموس المؤمن. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الله قادر. فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، إلا أن بعض العلماء استثنى من أنواع لو الإيجابية. واحد ارتكب خطأ كبير، ارتكب كسب مال حرام فدمر الله ماله. لو قال: لو لم أكسب هذا المال الحرام لما دمره الله عز وجل. هذا كلام صحيح. هي اسمها لو الإيجابية. أخطأ فدفع ثمن خطئه. لو قال في نفسه: لو لم أتورط بهذه المعصية لما كان كذا وكذا. هذا الدرس لك ولغيرك.